السلام عليكم. طبعا كلنا عارفين ان اختيار العقار هو من اصعب القرارات اللي ممكن تاخدها في حياتك، والتزام طويل خد منك وقت ومجهود عشان تجمع الفلوس اللي انت هتحطها فيه، سواء الفلوس اللي انت هتحطها كمقدم او الاقساط اللي انت هتلتزم بيها على مدى طويل. واكيد وانت بتحاول تفهم الموضوع اكتر وتدرس اختيارك في العقار، سمعت كلام كتير من اكتر من حد وبقيت مشتت ومش عارف تاخد قرارك ومش عارف ايه الصح وايه الغلط. عشان كده كان لازم يبقى معايا فريق مبيعات كويس جدا، عنده مستوى عالي جدا من الخبرة، من المعلومات، من الامانة، ان هو يساعدك خطوة بخطوة ويوصلك لعقارك الجديد. وانت بتشتري عقارك الجديد بهدف الاستثمار بيكون قصادك نقط كتير لازم تفهمها، ومنها ايه نوع الاستثمار العقاري المناسب لينا، تجاري، اداري، طبي، سكني. ايه الامكانيات الماديه اللي هشتري بيها العقار ده، إيه كاش، تقسيط، ايه المنطقه المناسبه لاحتياجي، مين افضل مطور ومين افضل مشروع. انا محمد توفيق من فريق مبيعات استاذ ايمن محمد، وهكون معاك خطوه بخطوه في اختيارك عشان اوصلك لاستثمارك الامن. وانت بتشتري عقارك في العاصمة الإدارية هيكون قصادك مناطق مختلفة، زي منطقة الحي المالي ومنطقة الداون تاون ومنطقة السي بي دي والام يو 23 ومنطقة الار 7 والار 8. لازم تفهم الفرق بين كل منطقة والتانية وتعرف المميزات والعيوب عشان تقدر تحدد اختيارك في كل منطقة وتختار نوع العقار المميز. وانا هكون معاكم عبد الرحمن من فريق مبيعات استاذ ايمن، همشي معاك خطوة بخطوة عشان اعرفك المميزات والعيوب واساعدك في اختيار عقارك الجديد. في وسط عدد المطورين الكتير تكون مشتت، مش عارف مين فيهم مطور ملتزم تقدر تثق فيه وتحط فلوسك واستثمارك معاه، مين فيهم انصحك ان انت تبعد عنه. واكيد في عروض واسعار وانظمه سداد مختلفه، منها اللي فعلا كويس وفرصه حقيقيه، ومنهم اللي بيكون مجرد عرض وهمي مش هنكسب منه. انا عصام من فريق مبيعات استاذ ايمن محمد، وهكون معاك خطوه بخطوه عشان اقول لك مين احسن المطورين وايه افضل العروض واجددها. أنا أيمن محمد، مستشار ومسوق عقاري في العاصمة الإدارية الجديدة. أنا وفريق مبيعاتي موجودين عشان نساعدك. لو مهتم تشتري في العاصمة الإدارية الجديدة ممكن تكلمني على الأرقام اللي هبقى سايبها تحت، وهنتواصل معاك في أسرع وقت.